بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أخوكم عبد الرزاق العنزي. موضوعنا اليوم كشف حقيقة الشريحة اللي موجودة خلف بطارية السامسونج. نشوف المقطع ونرجع نكمل لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. يا اخوان، هذا الجلاكسي الجديد اللي هو نوت 4 اخر ما نزل، سمعنا ان في شريحة داخل البطارية اللي هي شريحة تجسس، وطبعا فكينا البطارية طال عمركم كذا، وفعلا هذه شريحة كاملة مع مدرجاتها. طبعا بعض الناس تقول هذه بطارية او تخزين للبطارية اضافي، غير صحيح. هذه شريحة رقيقة جدا، انت لا تتخرب وتسوي كذا، ما عليك الا تفصل السلك هذا كذا، افصل السلك هذا، لما تفصله قطعنا السلك هذا، نشوف هي تشتغل ولا لا. البطارية نجرب هي تشتغل ولا لا، مصداقيا لكلامهم. حطينا الجهاز ونشغله من هنا واشتغل، معناتها كذب، لكن حسبي الله عليكم. لا، أنا أتمنى من المقطع هذا ينتشر حتى الناس تنتبه على الأمور هذه، وبيض الله وجيهكم. مثل ما شفنا المقطع، هي هذه مش شريحة اتصال ولا هي شريحة تجسس ولا شيء، هي هذه بطارية الطوارئ. أي أن الجهاز مثلا كان أقل من 5%، يبدأ يشحن 2 أو 3%. يعني هذه تفيدك، يعني مثل وبراحة بتكم الشيء ذا. يعني مثل ما انتم شايفين البطارية عندي الآن هي موجود 1%. أوكي، كل اللي عليك أنك لاحظ، بس افتح الجهاز. كل اللي عليك أنك وتقفل الوايرلس وتقفل البلوتوث إذا كان شغال، وتصبر 10 دقائق وتشوف أن البطارية شحنت 1 أو 2%. نشوفكم بعد 10 دقائق. رجعنا لكم، نشوف الآن البطارية كم صارت. هي واضحة. طيب نفتح الجهاز. يعني البطارية الآن صارت 2%. وأنا والله إني ما شبكت على الشاحن. لو إن الشركة تبي تتجسس عليك، كان زرعت جهاز التجسس داخل الجهاز، ما كان زرعته على الشريحة. آسف على البطارية. لا تنسوا مخصص دعاكم. أخوكم عبد الرزاق العنزي.